السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بنبتدي الفيديو بتاعنا كالمعتاد بان احنا بنصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تاني حاجة بفكر نفسي قبل ما افكركم بان احنا بندعي لاهلنا واولادنا واخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم وان ربنا يسترهم ويكبر بخاطرهم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله انا جاية في الفيديو بتاعي نكمل مشكلة بقالها كام يوم واضحة قوي. المشكلة دي هتبقى لو حبينا ان احنا نديها وصف فهي مشكلة اجتماعية، مشكلة اخلاقية، مشكلة لازم كلنا نبص عليها ونشوف ايه الابعاد بتاعتها وايه سببها، ويا ترى السبب ده لازم نفضل متمسكين بيه في حياتنا ولا في حاجات لازم نتخلى عنها لانها خلاص دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ملهاش اي لازمة او ملهاش اي قيمة وما بتقللش مننا لو احنا تخلينا عنها. فيديو طبعا الست اللي ضربت حماتها بالشبشب. النهاردة بقى ان شاء الله هنجيب الاب نشوف قال ايه وعمل ايه وايه اللي اتعرض عليه. هنشوف الابن اللي كان مسافر، اللي عرفه بالحادثه اللي حصلت دهيت، ومين اللي نشر الفيديو وايه السبب وليه نزل. وهنتكلم برضو عن الام مامة البنت نداء والطفله اللي لا حول لها ولا قوه، اللي كانت اكتر واحده متضرره في الموضوع ده كله. تعالوا بقى كده نشوف مع بعض كل واحد كان رد فعله ايه من الحدث اللي حصل دوت. تعالوا نبتدي مع بعض بالام. يعني كان في حبيت غالي. انا لقيت بنت راح تجيب حبيت غاليه من الراجل بتاع المبيدات. يعني انا لقيت بنت ماشيه في الشارع وانا مجابلها راح بحتتنا لنا حته كده مجابلاني كده. لقيتني رايحه فين؟ قالت اصل انا زهقانه عشان امر الموسم والحاجات دي، وحماتي قالت لي كذا كذا، راجل انا هيطلب حبيت غالي وانا اجيب حبيت غالي ما شاريحكم مني. قلت لها حرام عليكي تموتي كفره. دي العلام اللي ابوك علمهولك؟ دي العلام؟ دي مش العلام اللي ابوك علمهولك. تموتي كفره يا حبيبتي. اهي اهي طول الليل اسقع ميه واسلك تفاح وهرزه. ايه تروح فين دي العياله اللي ممنوعه من العايط وممنوعه من الزغطه؟ ويا ضربات ايه ولين طول النهار شايله ديت في المحكمه واتحايل على الظباط وبس اليوم عشان اديها يبج لبن. ايه اعمل لها ايه؟ انا معاكم كلكم. وكل ما اخش اروح عايزه اجيب لها لبن صناعي ولا حاجه يقولوا لي دكتور القلب لازم هو اللي يكتب لي على اللبن المعين. طيب انتوا ممكن تتصالحوا معاهم؟ نتصالح بس يبقى في يعني لو اعرف ان بنتي هتعيش في امان. المحاميه دلوقتي بتقول لك احنا عايزين نتصالح مع بعض، بس نتصالح ازاي؟ ان احنا ننفصل عن بعض، ان تاخد المطبخ بتاعها. لا احنا مش بيساوموا على حقوقهم. هم بيساوموا. يعني هم عايزين يطلقوها، يعني هم عايزين يطلقوها بس تاخدوا المطبخ. وبنت مش عايزه تطلق. يا بنتي مش مطلقه يا ماما. انتوا مش عايزين تطلقوا بنتكم؟ لا بنتي جت مش مطلقه. انا يعني لو في فرصه للصلح، لو في فرصه للصلح تتصلحوا. بنت بتعز جوزها وبتحبه، والله يا ريت هو يحبها زينا، يا ريته يحب مرته زي ما هي. ده معاش معاها 3 اشهر. كمان زي ما انتوا سمعتوا اهون ان ام نداء بتقول ان بنتها مش عايزه تتطلق، وان هم كمان مش عايزين يخربوا عليها زي ما البعض ادعى ان هم اللي كانوا بيقوموا البنت على جوزها. قالت لا، انا بنتي بتحب جوزها ومش عايزه تتطلق، انا بنتي بتخاف على جوزها، ده بتتمنى الست ان جوز بنتها يحبها زي ما بنتها بتحب جوزها. اكيد مفيش ام ولا في اب يحب ان هو يخرب على بنته او يخرب على ابنه. طيب ده الام ام نداء. طب تعالوا بقى نشوف ام علي الزوج قالت ايه. ربنا ينتقم من كل صالح. حسبي الله ونعم الوكيل على صلاتها والناس على خليها عملت كده. ربنا ينتقم من كل صالح. هو عايزها يا ستي، انا قلت لك عايز ياخد لها شقه بره وقعد بيها، وهو يبقى يجيلي ابني يجيلي قاعد مع مرته وبنته برضه، عشان انا مش هرضى خرب البيوت، عشان انا شفت التجربه ديت وعشتها. انا شفت التجربه دي وعشتها، مش عايزه اولادي يعيشوها، ما هي دي الحقيقه والله.
هي دي الحقيقه. وانا هجيب ولادي الناس هنا في بيتي؟ انا واحده بروح اطلع اروح اشتغل باجي يعني اكل لقمتي وانام ولا في حاجه ولا محتاجه، بس مش عارفه. يلا حسب الله ونعم الوكيل. اللي عمل يقول ده انت ست مفتريه اعلى شتيمه باخدها يعني، بس يلا ليه عند ربنا. شقتها هي وقت ما تطلع تنزل. حتى والله قلت لها اطلعي نامي فوق عشان البنت الصغيره عشان الحر. ايوه. وعشان تشغل التكييف لها برضك وكده. هي مش رضيت، قالت انا بخاف اطلع شقتي لوحدي. قلت لها طب زي ما انتم شايفين الحما هي في البدايه كالمعتاد بتحاسبين على ان اهل البنت هم اللي مقومينها عليها وهم اللي عايزين يخربوا بيتها والكلام ده كله. زي ما احنا كلنا كده شفنا الشرط بتاع علي ان عشان يرجع لمراته ان هم يسيبوا البيت وان هو ياخد لها شقه بره، وان هو من وقت للتاني يجي ويبص على والدته، بس ان البنت ما تعيش معاه في نفس البيت. ماشي حقها، الست خايفه على نفسها ان البنت مره تانيه تعمل نفس اللي عملته ان هي تضربها. بس خليكم فاكرين البنت ايه اللي وصلها لحاجه زي كده. طيب تعالوا بقى نشوف الجديد، رد فعل ابو نداء. يا ترى هو موافق على اللي حصل وهو موافق ان بنته ترجع لجوزها؟ خليكم فاكرين مفيش حد فينا لا اب ولا ام بيرضى او يقبل ان هو يخرب على بنته او ابنه، بس في نفس الوقت برضو ابو نداء كان ليه شرط علشان بنته ترجع لجوزها علي. تعالوا بقى نشوف شرط ابو نداء كمان. ان هي مبيته بدليل ان هم عرض التنازل، عشان نتنازل خلاها تمضي انها متنازله عن حقوقها. انا ضد الرايين، لا دي تضرب دي ولا تضرب دي، يبقى في احترام. كل واحد يحترم تمام نفسه كده. بس بنتهي. نتاج الالفاظ اللي انجالت لبنتي احنا عشان مربينا عيالنا، ودايما الانسانه الشريفه ما تقبلش ان حد يهين. هي ان هي مبيته ان احنا نتنازل عن حقوقها، وانا مش هتنازل عن حق بنتي. هم عايزين ينفصلوا، انا عايز حق بنتي كامل. بس ده الكلام. عايزين يرجعوها اهلا وسهلا. عايزين يرجعوها وتطلع بره البيت. انا مش عايزه تعيش مع حماتها، ده مطلبي. اهلا وسهلا. انا مش عايزه تعيش مع حماتها. الزوج علي، مين اللي وصل لك الفيديو يا علي؟ الحاجه التانية، انت ليه نشرت الفيديو ده يا علي؟ انت بتشهر كده بامك بزوجتك باهل بيتك، ده ينفع؟ وفي الاخر علي انت عاجبك اللي انت وصلت له انت وزوجتك؟ طب بنتك مصيرها ايه؟ بالرغم ان انت عارف بنتك دي مريضه، مش مفروض ان انت كنت حكيم اكتر من كده؟ طيب تعالوا بقى نشوف رد فعل علي في اللي اتقال له ده كله. نشرت الفيديو ليه؟ اتبعت لك الفيديو ليه؟ مركب كاميرات في البيت ليه؟ وانت اللي مركبها ولا والدتك؟ وفي الاخر هتعملوا ايه؟ هترجعوا لبعض ولا هتطلقوا؟ طب والبنت المريضه مصيرها ايه؟ تعالوا بقى نشوف رد فعل علي. اول مره يعني ما توقعهاش ان مرتي تعمل بالطريقه دي عامه يعني، فانا فوجئت. حاولت ان انا يعني اعدي الموقف مثلا والدور، ما عرفتش الصراحه. الموقف نفسه تعبني نفسيا. فانا نزلت، الفيديو اتبعت لي يوم الجمعه، يوم الواقع طبعا. فالفيديو عامه انا عامل الكاميرات اللي بعته يعني الجماعه اللي معانا، والدتي طبعا معاها التليفون في البيت. وعامه انا معايا البرنامج اللي على التليفون بتاعي. طبعا زعلانه، وانا نزلت عشان خاطر اراضي والدتي بامانه يعني. نزلت راضتها. انا عامه يعني انا مش كنت ناوي ان انا انشر الفيديو من البدايه، كنت رافض ان انا انشر فيديو عامه، عشان في الاول وفي الاخر دي زوجتي، وفي الاول وفي الاخر دي بنتي، وفي الاول وفي الاخر دي والدتي. وفي النهايه انا باكد تاني، الكل غلطان. الزوج غلطان ان هو ساب امه وزوجته مع بعض وكان في بينهم سوء تفاهم. الزوجه غلطانه ان هي تضرب ست كبيره، مش شرط ان تكون حماتها، غلطانه انها تكون ست كبيره وان هي تقوم بضربها والكلام ده كله. قلت قبل كده ان احنا ما بنواجهش اي مشكله من مشاكلنا بالعنف، دي كارثه، ده شيطان. تالت واحده اللي غلطانه طبعا الحما، ان انت وصلتي مرات ابنك للحاجه زي كده او حاله زي كده. وبقول برضو تاني، الوحيده اللي كانت هتضر الطفله اللي لا حول له ولا قوه. انا عايزه بس اكد على حاجه، احنا بنقابل مشكله كبيره جدا. المشكله دي مش حته ان واحده ضربت حماتها وعيب وما يصحش وبس، لا، المشكله دي ليها ابعاد كتير جدا. باكد تاني ان في بعض العادات والتقاليد اللي بتستمر معانا الى ما لا نهايه، وفي بعض العادات والتقاليد الباليه اللي هي ما ينفعش تستمر معانا.
لازم نخلص منها. كانت في فترة تنفع ودلوقتي ما تنفعش. وعايزة احنا كأمهات وأبهات لازم نحط في ولادنا، نغرس في ولادنا. انت يا بنتي لما خرجت من بيت ابوكي وبيت امك ورحت لبيت زوجك، بيت عيلة، بيت دول عيلتك الجديدة اللي لازم تحبيهم، تخافي عليهم وتحترميهم، وانك تتعاملي معاهم بكل حسنى زي ما انت بتتعاملي معانا. تحترمي حماتك، تحترمي حماكي، تحترمي اخو جوزك، اخت زوجك او جوزك. الناس دي كلها لازم تحترم. وفي نفس الوقت لازم اعرف الناس اللي خدوا بنتنا دهيت ان بنتنا دهيت دي اغلى حاجة عندنا، احنا استأمناكوا عليها انكم تحافظوا عليها، انكم تعاملوها زي اولادكم، ان هي مش واحدة غريبة او ان هي واحدة قليلة فتستقلوا بيها وتيجوا عليها. دورنا كأبهات وكأمهات ان احنا لازم نغرس في ولادنا كده، وان احنا اللي هنعلمه لولادنا ده اللي هيفضل معاهم، ده اللي هيخلي حياتهم بعد كده تبقى ان شاء الله حياة سعيدة ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش ان احنا نيجي يتقال لنا انت بنتك ضربت حماتها، انت ابنك ضرب حماته. اللي احنا هنزرعه ده اللي هنجنيه. تاني، احنا ولادنا تعبنا عليهم، ولما ولادنا بنجوزهم لحد وبنديهولهم دول امانة، زي ما احنا اديناك امانة تحافظ عليها. انت كمان انت امانة عندنا، نحبك ونحترمك ونحافظ عليك. وبرضو بنطلب من العيلة الجديدة اللي انضمت لنا او ان احنا انضمن لها ان انتوا تحافظوا على بنتنا، وان انتوا تعاملوها زي ما بتعاملوا اولادكم بالظبط. صدقوني لو كلنا حافظنا على بعض محدش فينا هيغلط في حد، هنبقى حقيقي أسرة كويسة، أسرة قوية. بداية المجتمع الأسرة، لو الأسرة دي أسرة قوية فالمجتمع كله قوي، ولو الأسرة دي أسرة ضعيفة ما فيهاش ما بينها رحمة ود محبة يبقى المجتمع كله ضعيف. المشكلة مش مشكلة زوج وزوجة بس ضربوا بعض، لا، المشكلة أكبر من كده، يا ريت نهتم بيها. في النهاية بقى عايزة أقول لكم خبر حلو. الخبر الحلو إن الحمد لله حصل صلح ما بين الست وزوجها. الأب رضي إن بنته ترجع لبيتها، والزوج وافق خلاص إن هو يتنازل عن القضية، والحمد لله رجعوا لبعض. دي زي ما يكون كده ده إنذار لنا كلنا إن احنا نخلي بالنا من اللي احنا بنزرعه في ولادنا واللي احنا بنربي ولادنا عليه. الحمد لله البنت رجعت لأمها ولأبوها، وإن شاء الله يكون ده درس ليهم ولينا كلنا إن احنا نتعلم احنا نتعامل ازاي، وايه الحاجات من العادات والتقاليد اللي نفضل متمسكين بيها، وايه العادات والتقاليد اللي لازم دلوقتي خلاص ده مش وقتها وما تنفعناش دلوقتي. اتمنى ان يكون الفيديو بتاعي عجبكم، وان الخبر ده الحمد لله يكون خبر سعيد، وان الكل بقى ان شاء الله كده يدعوا لهم ويدعوا لاولادنا كلهم بان ربنا يهدي سرهم ويريح قلبهم. سلام عليكم يا حبايبي.